بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صفوة الخلق وحبيب الحق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد. الأندلس الصغيرة طنجة بتاريخ 8 شتنبر سنة 2025 للميلاد. عنوان محاضرتي لهذه الأمسية: خوارج المغرب علماؤه وخطباؤه برأي وزير الأوقاف المغربي. فأقول وتوفيق ربي أسأل. طلع علينا وزير الأوقاف المغربي منذ حين قريب بخطة أسموها تسديد التبليغ لتوحيد خطبة الجمعة في مساجد البلاد. يقول: الأئمة يأخذون بالخطبة الموحدة إلا بعد الخوارج، ولا نرشح العدميين لتأطير الشأن الديني. هذا كلام أحمد توفيق وزير الأوقاف المغربي بين هلالين. يتصرف وزير الأوقاف المغربي بالمساجد وكأنها ملكه، يرى في العلماء والفقهاء أنهم خوارج، فيستحمر الشعب المغربي، وقد شرع مع شرذمة من أعداء الإسلام يجلبون العلف للمغاربة بعد استمراء نعتهم بالبهائم. يعمل الوزير على تجهيل الشعب. هذا الوزير المتصهين كما الحكومة المغربية بجميع أعضائها لا يحرك أئمة المساجد للتنديد بجرائم السفاحين في قتل الأطفال وتجويعهم بغزة. لا يسمح حتى بالدعاء لهم في المساجد. لم يبق المساجد لله، لم يبقها لله، بل حولها إلى خدمة الدين الإبراهيمي الجديد. ربنا في كتابه العزيز في سورة الجن يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو يدعو فيها إلى غير الله. هذا المتآمر مع قتلة الأطفال في غزة من الجوع وبالقنابل لا يمكن أن يساهم في إظهار الحق وتبيانه للناس، بل يفعل العكس من مثل التضليل والسكوت عن المنكر وما شابه. فقوله أن من لا يأخذ بخطبة الجمعة التي تكتب في وزارة الأوقاف خارجي، يحاكي به كلام ابن سلمان في مواجهته للعلماء الذين أنكروا فعاله الشنيع في بلاد الحرمين، أنكروا عبثه بالإسلام، أنكروا عبثه بالمقدسات، سجنهم بعد أن نعتهم بالخوارج، وكأن الخوارج قد خرجوا على حاكم يحكم بالإسلام ويسود شريعته ويطبق أحكامه، وكأن الخليج والشام لم تقم فيه دول من طرف الاستعمار، كأن اتفاقية سايكس-بيكو التي أبرمت بين فرنسا وبريطانيا سنة 1916 لتقسيم البلاد الإسلامية وتنصيب عملاء عليها كأنها ليست واقعا وليست تاريخا. نصب الاستعمار حكاما بشرط أن يحاربوا الإسلام ويتفننوا في تزوير حقائقه، ويسعون لمغالطة الناس فيه بعلماء عملاء. وحين يستنكر فعالهم عالم شريف أو مفكر أريب أو رافض غاضب ينعتونه بالخارجي ثم يسكتونه قتلا أو سجنا. يرفض أحمد التوفيق أن يرشح العدميين لتأطير الشأن الديني، وكأن وزارته ليست ملحقا لحكومة تل أبيب تقتل المسلمين وتحاصرهم فتقتلهم جوعا، ووزارته تمنع أئمة المساجد من إنكار المنكر. من هو العدمي؟ الخطبة الموحدة ليس من حق الحاكم أن يفرضها على أئمة المساجد إلا إذا كان الأمر متعلقا بوحدة المسلمين والذود عن الإسلام وبلاد الإسلام. ووزيرنا حبحب مأجور يسعى إلى إفساد الشأن الديني بإبعاده عن حقيقته المتمثلة في إنكار المنكر الداخلي من نهب لخيرات الشعب وسرقة للأموال العامة
وطغيان للظلم الاجتماعي والسياسي والمالي والفكري والأخلاقي، يبارك السير في التطبيع المذل لشعبنا مع العدو الصهيوني، يسعى إلى منع الدعم للمقتلين والمجوعين في غزة. يريد أحمد التوفيق للمغاربة الجهل والانحطاط والبقاء في الدنيا أبد الآبدين. يرى في الشعب المغربي شعبا لا يستحق الارتفاع الفكري والحضاري، فلو كان يريد حقا للشعب المغربي العلم والتعلم والتحضر والارتقاء العلمي والمعرفي لسمح بفتح المساجد حتى تمتلئ. نعم، لسمح بفتح المساجد حتى تمتلئ برواد يؤطرون الشأن الديني، فيجلبون الشباب والناس إلى المساجد، فينشط بهم الحقل الثقافي والمعرفي والعلمي. لا سمح لخطباء الجمعات أن يجتهدوا في الإتيان بما يعالج شؤون الحياة. لا سمح لهم أن يحرضوا على الجهاد لرفع الظلم عن إخواننا بغزة. لطالب الجيش المغربي أن يذهب إلى فلسطين حيث ذهب من قبلهم من المغاربة الشرفاء، شرفوا الأجيال ورفعوا هاماتها عاليا بانضمامهم إلى القائد صلاح الدين الأيوبي، فحارب بهم الصليبيين وانتصر بهم وبغيرهم من المسلمين. وحين أرادوا العودة إلى المغرب منعهم صلاح الدين في ترج، وقال في حقهم أنهم مقاتلون أشداء لا يهزمهم خصمهم. لو كان أحمد التوفيق محبا للمغاربة حقا لجلب لهم شرف الدفاع عن غزة، لجلب لهم شرف الجهاد لإخراج المحتل من بلاد المسلمين من مسرى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لحرك الشعب المغربي لرفض التطبيع المشين مع العدو الصهيوني، ولمن بطح للصهاينة وعمل بأجندة الخونة والخوارج الذين خرجوا على الأمة والدين. ما أتعسنا في عالم ينطق فيه الرويبضات، والله ما أتعسنا في هذا العالم يتكلم فيه المغرضون والعملاء، يقتعد كراسي المسؤول جهال وخونة وعملاء. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.